تعرفوها الموقف اللي داروه في الآونة الأخيرة، اللي الماتش اللي وقع فيه المشكل ودخلنا فيه وفصلت فيه لصالح اتحاد عنابة، لكن الأمور ما مشاتش كما كان يلزم الحال. كانت مؤامرة في الحقيقة على عنابة باش ما طلعش، ونجحوا في تعديل شوية من عندهم شوية من عندنا، الفشل من عندنا شوية، وتآمروا علينا شوية وخلوش عنابة تطلع. استثناء بربي إن شاء الله تبدل الأمور، المؤامرات ما تكونش، نكونوا نلعبوا ونجيبوها بربي إن شاء الله بذراعنا. طاقم جديد راكم تعرفوه، كل مكتب تنفيذي راكم تعرفوه، الناس كلهم في المستوى، ما كانش اللي يقدر يشك في نزاهة ولا في الخبرة تاع كل واحد منهم ولا حب المدينة عنابة. نشكروا مثلا الفريق القديم اللي سير وبذل مجهود مهما كانت اخطاره، وبذل حتى هو مجهود وتعبوا وجراو. نشكر مثلا انصار عنابة، نشكر السي عيسى من النادي على وجوده دائما ومتابعته ديما الفريق، لأن الفريق مهما تقول يبقى اسم عيسى من النادي، يبقى ديما في الطليعة بالنسبة لاتحاد عنابة. تقول اتحاد من النادي، تقول اتحاد عنابة قول عيسى من النادي، معناها بذل فيه مجهود كبير. والصعود اللي طلع الخطر اللي فات كان بفضله هو، بفضل المجهودات اللي قام بها. سي فاروق جراد رئيس الشعب الولايي، عنده خبرة هنا في التسيير، ما تكونش خبرة في الكرة، لكن عنده خبرة في التسيير ومعرفة في الكرة، تقدر تأهله باش يقدر يسير الفريق ويتأهل للصعود. حاجة أخرى، عندنا جميع الظروف مواتية أثناء الفريق باش يطلع. قضية تكييف، قضية تدريب، قضية محيط، قضية إدارة، جميع إن شاء الله يأمل باش الفريق تاع عنابة يكون في الريادة، وهذه فرصته الحقيقة. السنة راهي الفرصة تاعو. أنا كما تعلمون جميع الأخوة كنت حاب نحكم الفريق من قبل، من 2013. ظروف تعرفوها كل هي اللي خلتنا ننسحبوا من رئاسة الفريق. بصح السنة إن شاء الله راهي الظروف كلها مواتية، وكان إجماع كامل على تسيير الفريق بطريقة حسنة. تبقى قضية لاجستيون والمنشآت هذه اللي نتعاونوا عليها باش ننجحوها إن شاء الله، كيما لوطال، كيما ليزيكيبمون، كيما الشيل، كيما المقرات، لازم يتكلفوا بها، نديروا مجموعة تكلف الشيء هذا تتابعوا باش نرافقوا الفريق ونرجعوا إن شاء الله عنابة إلى مصاف الولايات الأخرى. صافي 2 موا كان اتصال مع بعض الناس من عنابة مقربين لسي فاروق، وصافي 2 موا ملي عطينا الموافقة يعني من البداية، باسكو عنابة عندها اللي يخدم في عنابة يكذب عليك. جو بريفير نخدم في عنابة وما نخدمش مول بيت الجزائر، على التاريخ نتاعها من ناحية سو لو بلان اندستريال عندها قيمة كبيرة، ومن ناحية الفوتباليستيك والتاريخ نتاع كرة القدم عنابة عندها تاريخ كبير. بالك كاين جماعة ما يعرفوش التاريخ تاع عنابة. عنابة سي ان غرون باسيون تاع الفوتبول، خرجت ناس كبار في كرة القدم. دونك أنا صراحة عندي رغبة كبيرة باش نخدم هنا في عنابة، والتمني هذا بربي إن شاء الله ينجح. تلاقيت 2 خطرات ولا 3 مع سي فاروق والأعضاء، اتصلوا بي ناس كنت على اتصال دائما منهم الحاج من النادي، منهم بن علي اللنشي، الأعضاء سي مراد، يعني كل خطرة يتصلوا بي ناس. جيت فترة هنا في عنابة وأنا كنت دائما السرية كانت تتبع المشاورات هذا. الإنسان لما تكون السرية مليحة تنجح. ربما كنا هضرنا في الأول كان اللي يقول لك اللاعبين وهذا مدرب وهذا، كاين بزاف بالك في عنابة اللي ما يمشيوش، يعني بالك لطرش عبد الكريم يجي لي أغراض ما ولا. المهم أننا بقينا في السرية حتى وفقنا ربي إن شاء الله ووصلنا للخير. واش اللي شفت دوك اكتوالمون يعني اطرافاي التجربة نتاعي كاين فيه نية خالصة نتاع الناس الكل اللي يخدموا، حتى اللي كانوا ربما في بعض الأحيان ضد الفريق كانت عندهم دوك نية، باسكو يوصل وقت والإنسان يغيض الحال، ما يكون ضد الفريق، ضد الإنسان، ضد الأشخاص، يغيض الحال كي يشوف الفريق نتاعو واش صار العام اللي فات نتاع عنابة. سي بها الحاج بها نذكر باللي كانت صفر، احنا من برا كنا على بالنا باللي كانت من بعد مقاومة برا بارابور لعنابة وضغطوا ناس بزاف باش ما تطلعش عنابة. ان شاء الله الناس الكل فهمت الميساج نتاع علاه ما طلعش عنابة، سكتوا لهذا. والناس اللي واقفه هذوك الانصار، حتى جماعه نتاع الانصار كانوا في اتصال دائما معاي، ونشكرهم على ذلك ونشكروا على الثقه هذه. قبلنا المهمه دونك المبادره والبادره فيها خير ان شاء الله كبير. اول اللي طيح يكيب تضرب في البسيط تلقى فيس بريزيدون ولا واحد من الاداره يدخل بنادم اللي كي بريمير ميطون ما راهيش الدور، يدخل يبدا يهضر وقدام. هذه كان يقولها لكم منذ اذا كان تحبوا
راني نقولها لكم، كاين لو بريزيدون ولا بريزيدون سيكسيون اللي مخول له باش يقدر يدخل لي عند الفاسيل، الباقي كاع اللي يجي داخل اذا كانت اضطر الامر باش نقبح فيه نقبح فيه. دونك يا خويا عندك تخلص لو ديمونش نديرو اجتماع معاكم نتوما ونحكيو على البالون، نحكيو بطريقه قال الشيخ كيفاش لعبتي وكذا، اون بو ديسكوتي.